أهلا وسهلا متتبعي قناة الشعلة ومرحبا بكم في فيديو جديد لتناول القضايا العامة. قبل ما ننتقلوا الفيديوهات اللي كتهم الشأن الوطني والشأن الدولي، لا بأس نستأنفوا بعض الحلقات تخص المدينة التي نعيش فيها، وهي مدينة بنغرير، مدينة الأم. هذه المدينة اللي انتزعت مجموعة ديال السنوات الأخيرة مجموعة ديال الألقاب، وأصبحت تسمى بمدينة الذكية، المدينة الخضراء، مدينة المستقبل، مدينة التعلم، ومجموعة من المسميات، وأصبحت تمثل داخل الملتقيات الوطنية والدولية، وأصبحت كذلك تنعت بمدينة ذات القطبين، القطب الأخضر والمدينة القديمة، والفوارق المجالية اللي باقي إلى حدود الساعة باقا ما اندمجتش، مدينة قديمة مع مدينة جديدة، وباقي الناس كيخدموا باش يقلصوا من هذه الفوارق. مدينة جديدة كما كتشوفوا من الفوسفات عاطي جهده كامل، غادي بها بواحد الطريقة اللي بواحد الوتيرة بواحد هادشي يتلج الصدر، لكن ما غاديش بنفس الطريقة وبنفس التمويل ونفس البرامج مع المدينة القديمة. المشكل اللي كاين هو بنغرير الأم اللي هي المدينة القديمة، فين ما مشات المدينة الجديدة ولا المدينة الخضراء كيبقى الأصل هو المدينة القديمة. وفين ما مشيتي أي مدينة في المغرب وكتلقى الضواحي ديال المدن كلهم فيهم بناء جديد وكاين فيهم أحياء راقية، إلا أن كل شيء كيهبط للمدينة القديمة. لكن في المدن الأخرى كنهبطوا للمدينة القديمة كتختلف الأمور، كنلقاو مدن نقية ومدن جميلة ومدن منظمة، يعني المدن القديمة ومرمى. عندنا حنا بنغرير كاين العكس، المدينة القديمة تعيش فوضى، ولين نسمي الأشياء بمسمياتها. شكون اللي كتسبب في هذه الفوضى اللي كتعيشها مدينة بنغرير؟ باش كل واحد يتحمل مسؤوليته، نهضروا بصراحة. عندنا نبداو سيدي بشارع مولاي عبد الله، وشارع المركب التجاري، وحده الملعب التجاري، وحده الملعب البلدي، والأسواق النموذجية والباعة المتجولين. شكون اللي كيتحمل تناسل هاد الأسواق؟ إلا جينا في 2008 كنعرفوا المشاكل ديال شارع مولاي عبد الله، راه كانت فيه، كان هو المنبع هو الاصل ديال الفراشه، واللي كانوا كيخرجوا الناس ديك الساعه كانت بنغري ما فيها والو، كان فيها الا داك المتنفس، كيخرجوا الناس كيعرضوا السلع ديالهم وكيترزقوا الله، وكانوا منظمين. ما كانش هذيك الفوضى اللي كانت اللي كاينه دابا ديك الساعه. ما كانوش الكياطم في الشانطي. كان واحد الوقت هذاك الشارع مولاي عبد الله كانت الفراشه كتفرش حتى العشيه، حتى 4 اللورا كيجيبوا الناس السلعه ديالهم ويحطوها بسيتنا الخضاره هما اللي كانوا كيبقاو، وفي العشيه 10 11 ديال الليل كيجمعوا الناس السلعه ديالهم وكيبقى الشاطئ خاوي. كانش الكياطن، قلت لك بسيتنا الخضاره. سير دابا شوف اليوم الشارع ما تدوش منه من الصباح حتى العشيه، فيه الكياطن الوتاد كيدقوا في الشانطي، كيجيو كاميونات ديال السلعه كيجيو من مدن مجاوره وكيحطوا السلعه ديالهم وكيبيعوها بالجمله وبالتقسيط، مع العلم ان كاين تجار كيبيعوا نفس المواد، وعندهم الكرا وعندهم الماء وعندهم الضوء وعندهم كل شيء. باقي
غنشوف شكون كيتحمل المسؤوليه. في 2008 هذوك الباعه من بعد ما كانت الزياره الملكيه وتحيدوا البرارك اللي كانوا جنب التيران اللي كاين بلاصه سوق الكرامه دابا، عطاهم محلات تجاريه في قيصريه المستقبل على ما اظن، في المركب التجاري فابور، تسلموا محلات. والناس اللي بقاو قال لهم في انتظار نوجدوا لكم الشطر الثاني، بقاو تما في وسط المركب التجاري. ووجد الشطر الثاني وتسلم لهم فابور، وبقاوت واحد العدد ديال الباعة المتجولين، وكانت تناسلات، وكانت هذه كانت باعة اخرين، وبقات نفس الحاله، نفس الشارع باقي عامر بالباعة المتجولين. الحوان تستغلوا والفراشه بقاو. شكون كيتحمل المسؤوليه هنا؟ كاينين الحوان في هذه القيصريات هذه اللي باقي مسدودين لدابا ما تحلوش، وكاينين اللي ولاو كراجات كتحط فيهم السلعه بالليل وبالنهار كتخرج تفرج، يعني ولاو مستودعات. كاين الحوانت اللي تباعوا وخرجوا مالهم عاوتاني فرشوا في الشارع. وهنا كما قلت لك نسميو اسماء المسميين. شكون اللي كيتحمل المسؤوليه؟ كتحملها هي السلطه المحليه، كيتحملها الباشا والقياد. فين عمر تحركت هاد السلطه المحليه من غير دوك الخارجات المحتشمه اللي كتكون مره في عام او مره في عامين ويرجعوا، ترجع حالمه الى عادتها القديمه، الى عادتها القديمه. اذا هذوك الاسواق ملي الانسان ما كيعمرش المحل ديالو، الانسان كيبيع الحانوت وكيخرج وكيفرش وكيديروا القياطن وكيديروا الكاميونات، هاد المشاكل كامله اللي هضرنا عليها، السلطه كتفرج، كتقول لك انا عندي الهاجس الامني. هو الهاجس الامني ماشي هذاك بنقري، راه كاين المغرب كامل، وفي المغرب كامل كنشوفوا السلطه المحليه اش كدير في الاسواق واش كدير في المدن. راه كتنظم. راه بينا حنا هذاك الشارع مولاي عبد الله، الشارع مولاي عبد الله، وبين هذاك بغينا تبقى فيه الفراشه، ماشي قلنا نجريو عليهم، لا تبقى وين يبقى فيه اللي ما عندوش المحل، اللي عنده المحل يمشي يدخل لمحالو، ولا ما يدخلش يحيد ليه، يتعطى واحد اخر اللي ما يدخل ليه. وهذوك اللي بقاو حنا ديروا قضيه، خذوا التجربه من بني ملال مساحه الحريه وشوفوا هذيك الساحه كيفاش كتعمر وكيفاش كتخوى. دايرين فيها بلاكه انتيردي من 4 العشيه 11 الليل، ومن 4 العشيه 11 الليل كيجيو الناس كيفرشوا كيحطوا الفراشات ديالهم الطويبلات حدا بنظام وانتظام وكله النمره ديالو، وكيجيو المواطنين والحديد كيتحبس من هنا يتحبس ما يدخلش، وكيكون البيع والشراء ل11 ديال الليل ما كيبقى حتى شي واحد. كدوز البلديه ودوز السلطه، الا بقات شي كروسه كتهز الفوريان وكيتشطب الشانطي وكيدوز سيركيلاسيون وكتصبح الامور غاديه ناضيه، والغد الى 4 العشيه عاد كيعمر السوق. يعني الناس منظمين شغلهم. عندنا حنا هنا القياطن داقين الوتاد في الشانطي، عندنا حنا الطرقه المدوش، درتو السوق الكرامه الخضاره، علاش مخلي النص لداخل والنص برا؟ ياك فين ما مشى الزبون غادي يمشي يتقدى الخضره. علاش؟ السيد حاط كروسه خاويه في سوق الكرامه ومفرج كروسه برا في الشانطي. كيفاش بغيتو المدينه تنظم؟ كيفاش بغيتو هذا الزائر يجي ويدوز من المدينه ويدوز من الشارع وهي فيها الفوضى، فيها الروينه نايضه، تا قيد ما قدر يدير الخدمه ديالو. وهادشي راه ما بقى، هذا الروينه الكاينه راه ما بقاتش غير في المدينه القديمه، راه انتقلت حتى للاحياء
شارع الحسن الثاني تفرجوا فيه شوفوا شنو واقع فيه. شارع المهاجر هنا في الرياض شوفوا واش واقع فيه. راه غادي المدينه كامله غتكون غتعيش في العشوائيه. علاش؟ لان السلطه ناعسه ما خداماش وما كيديرش الحملات ديالهم. البوليس ما خدامينش وما دايرينش الخدمه ديالهم. الكرارس ياك عندكم قرار ديال الكرارس ما يدوزوش من الشوارع، اي 3 الشوارع ولا 4 عطا الله من يدوزوا. هو دوز دابا راه كتبغي غادي بالطوموبيله ديالك ولا كتبقى غادي وراك الروسال وراك كارو من راس الشارع حتى راس الشارع هو قدامك غادي. فين داك القرار اللي حطيته؟ القرار اللي سلطت عليه البلديه ديال الشرطه الاداريه ولا ديال اللي دازت في الدوره مالو ما يتنفذ. علاش الكراس كيدخل لشارع محمد الخامس؟ علاش الكراس كيدخل لشارع محمد السادس ولا شارع الحسن الثاني؟ ديروا لهم طرق اخرى، ديروا طرقان اخرى اللي يدوزوا منهم خاصين. ما نحرموا حتى شي واحد من الرزق ديالو، مع العلم ان الكراس مشكل الكراس وامام السلطات وامام المخزن امام البوليس وكل شيء. سيروا طريق العريسه وطريق الدخله فين كاين البراج ديال البوليس وشوفوا شحال من كروسه كتجيب في الصباح وشحال من كروسه كتدخل في العشيه. ودخلوا من جهه الطرود وشوف جهه المرابطين وكاع الطرقان تؤدي الى روما. كاع الكراس ديال البوادي كيدخلوا هنا وديال الجماعات المجاوره كيدخلوا هنا. ناهيك عن الناس اللي شادين اللي واخدين الاستثمار شادين الكراس وكتلقى داير 4 5 الكروسات ومستغل الاطفال باش يضلوا يدوروا مستغل الاطفال القصيرين في هذا المجال هذا. كاين الناس اللي دايرين استثمار ديال 4 5 الكراس وكيدير معاهم 40 درهم 50 درهم في النهار وتالقهم. كاين حوادث وكاين كوارث. واش هادشي كامل الهاجس الامني؟ هاد الهاجس الامني عندنا حنا بنقرير ما كاينش. حنا شي حاجه شي الحلول عندنا حنا تجي ديال بنقرير وما لقاوش لها حل. مشيو للملك العمومي. هادو الناس اللي فين ما مشي شي باشا ولا شي قيد ريب شي قهوه هنا اللي مستغله حتى الطريطوار ما مخلياش ولا سنتيم من يدوز المواطن. وهادشي راه باقي كيدار. القهوه اي قهوه تزادت درك شحال من قهوه كدير دابا والباج ديالها وصل حتى الطريطوار. اش بقى من كازا كاع والقهوه كدير 200 300 مليون وريبوها السلطه مريباتها هبطتها الارض. علاش؟ لان حق المواطن خصو يدوز ويكون سواسية امام القانون. ماشي واحد عنده حانوت ردو قهوه جا الملك العمومي ومواطن ما لاقش من يدوز من الشانطي يدير اكسيدو يدير مشاكل. والهاجس الامني اش من هاجس امني؟ لا خلي الناس يعيشوا. الناس عايشين بانتظام ننظموا روسنا وما نحسوش بالحقره. حنايا ما نحسوش بالحقره. انت غادي انت كمواطن غادي ما لاقاش من يدوز من الشانطي في حين ان الطريطوار من حقه. وهذيك الطوموبيل مخلصه ضرائب ومخلصه واجبات ديالها باش تدوز مع داك الشانطي ماشي باش تم غادي وراك الروسه تم غادي. علاش هاد السلطه عندنا حنا بالضبط ملي كيجي جا شحال من باشا وجا شحال من قيد وحتى واحد ما قدر ياخذ الجرأه. حتى واحد ما قدر ينظم وحتى واحد ما قدر يقول هذاك انت عندك حانوت يدخل ليه اولا انت عندك حانوت دخل لي السلعه دخل لحانوتك. خلي الشارع خلي الطريطوار للمواطن. اولا هذا الكاميون انت اش كدير كتبيع السلعه اللي راه كاين حوان كيبيعوا السلعه على جهه تعرض السلعه هنا. سير ديال السواق ولا ناخذ معاه اجراءات. اولا انت عندك بهايم ما يمكنش تسرح وسط المدينه. دور دابا وسط الرياض ودور وسط جنان الخير راه كاينين الناس سارحين الغنم وراه كيضحكوا علينا الناس. حنا تنقولوا المدينه الذكيه وكنقولوا الناس راه كيجيو عندنا الضياف هنا وكيجيو عندنا الناس وبنسوقوا
بغينا مدينه زوينه نسوقوا لهذه المدينه هذه، نسوقوها بان راه. وكيفاش حنا كنقولوا عندنا مدينه هذه في حين ان ملي كيدخل يبدا يلوحوا علينا حنا في التصاور، حنا هذا هو دخاز، هذا كروسه، هذه كياط نص الشانطي هذه. لا سيدي راه بغيناكم تعاونوا معنا، وبغيناك مدينه لا جاو هاد النهار ضياف برانيين من مدن اخرين يخرجوا يلقاو ما يشوفوا. حنا عندنا مدينه قديمه، وحنا عندنا الفراشه، وعندنا داكشي زوين وداكشي نقي ودوز وتمتع. ماشي الناس المسؤولين ساكنين في الفيلات وساكنين في مناطق مزيانه، ولا الاغلبيه ديال المسؤولين ساكنين في مراكش. ها الكارثه العظمى. الناس اللي مسيرين في هذه البلاد، الناس المسؤولين ديال البلاد، راه واحد ما ساكن بن قريه 4 العشيه وقف عند الوطورات ولا وقف عند الروبا وشوف اي مروجه غاديه الاجيره راه داير خط لمراكش. راه كلشي ساكن في مراكش، راه كنبقاو حنا مع بعضياتنا، نبقاو حنايا مشادين مع بعضياتنا وهادي وكذا وهادي، وكلشي صافي كيدوز. الباشا كيجي 4 سنين يزيد بحالو، والاخر يجي 4 سنين يزيد بحالو، هذا القايد يزيد يدوز ويزيد بحالو، وحنا اللي عايشين في المشاكل، وحنا اللي مدابزين كنسبوا بعضياتنا. لا هذه ذكيه لا ما ذكياش، لا هذه خضراء لا زرقاء، لا هذه قديمه لا جديده، لا هذه كذا، لا ما كاينش شغل، ما كاينش هذه، المستثمر ما جاش، المستثمر حقا والواد، ونبقاو حنا دابا. راه مدينتنا هذه كلشي تجند معنا، نظمونا، واللي متحمل شي مسؤوليه يكد بها. الى الجماعه دارت قرار ديال الكراس ما يدوز من هنا، اسيدي خاص البوليس والباشا والقيادي يديروا خدمتهم. ما يمكنش السلطه التشريعيه بوحدها والسلطه التنفيذيه بوحدها. ماشي راه ما كاينش تداخل في اختصاصات. راه ملي يجي كنشوفوا ملي دوز في الشوارع ديال المدينه، راه كتلقى الحديد مستاسيوني هنا ومستاسيوني هنا، صبغ انت طريطور بالحمر وصبغو حتى بالدم، ما كاينش يقول شحال في الساعه. كلشي واقف هنا، شي واقف هنا، شي طالع جديد، شي هابط، شي الفوضى هناك في هذه البلاد. الفوضى يجب كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. انا كصحفي خليت مسؤوليتي وقلت داكشي اللي خصو يتقال. والسلام عليكم، وتحيه، والى فيديو اخر، والى موضوع اخر.